تخلد أسرة الأمن الوطني أطرا وموظفين والشعب المغربي بكل أطيافه اليوم 16 ماي 2023 الذكرى 67 لتأسيس هذه المؤسسة التي نتقدم لها من هذا المنبر بأسماء عبارات التهاني والأماني كما لكافة أفرادها على مستوى المصالح المركزية والجهوية والإقليمية. إن مهمة المحافظة على النظام العام وحماية الأشخاص والممتلكات تعتبر من أسمى المهمات التي تكفلت إدارة الأمن الوطني بكل مكوناتها بضمانها واستتبابها عبر ربوع وطننا الحبيب، مواكبة لما يشهده بلدنا من متغيرات إصلاحية في جميع المجالات وفي مواجهة كل التحديات الخارجية. ولقد برهنت إدارة الأمن الوطني عن كفاءتها ومهنيتها العالية من داخليا أو خارجيا بالتصدي لكل المحاولات اليائسة للخطر الإرهابي والجريمة، كما هو الشأن بالتدبير الحكيم للتظاهرات الكبرى والكوارث، ما جعلها تحظى بالتقدير والاحترام الدوليين. وتزامنا مع هذا الحدث السعيد خلدت ولاية أمن مكناس إضافة إلى الحفاظ على النظام العام وحماية الأشخاص والممتلكات الاحتفال بمجموعة من الوقفات عبر مجموعة من الوقفات التي تعبر عن مدى الاهتمام الذي توليه الإدارة لموظفيها، وذلك من خلال الكلمة التي ألقاها السيد والي الأمن ثم تحية العلم وصولا إلى توشيح السيد عامل عمالة مكناس لمجموعة من المنعم عليهم بأوسمة استحقاق وطنية، ثم الاحتفاء بمجموعة من المتقاعدين في صفوف الأمن الوطني والموظفين في تصريف الإجازات السنوية. هذا وقد ختم الاحتفال بتقديم حلوى ترمز لتأسيس الأمن الوطني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. السيد عامل صاحب الجلالة على عمالة مكناس، السيد الجنرال دو بريغاد القائد المنتدب للحامية العسكرية، السيد الرئيس الأول لدى محكمة الاستئناف، السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، السيد رئيس المحكمة الابتدائية، السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية، السيدات والسادة البرلمانيات والبرلمانيين وممثلي الهيئات والمجالس المنتخبة، السيدات والسادة ممثلي السلطات القضائية والهيئات العسكرية والسلطات المحلية ورؤساء المصالح الخارجية، السيدات والسادة ممثلي المجتمع المدني ووسائل الإعلام، السيدات والسادة متقاعدي وأطر موظفي الأمن الوطني، السيدات والسادة الحضور الكرام، كل باسمه وصفته والتقدير والاحترام لواجبه الشخصي الكريم. السيد عامل صاحب الجلالة على عمالة مكناس، السيدات والسادة الحضور الكرام، تحتفل ولاية أمن مكناس اليوم على غرار باقي المصالح اللاممركزة للمديرية العامة للأمن الوطني بالذكرى 67 لتأسيسها، وبهذه المناسبة يسعدني أن أتقدم إليكم أصالة عن نفسي ونيابة عن السيد المدير العام للأمن الوطني وأطر وموظفي هذه الولاية الأمنية بجزيل الشكر وعظيم الامتنان على تلبيتكم الدعوة لمشاركتنا لإحياء هذه الذكرى العزيزة على قلوبنا. ختاما متتبعي سايس بلس تيفي، نقدم دائما تهانينا بحرارة لجميع أعضاء ولجميع موظفات وموظفي الأمن الوطني عبر جميع ربوع الوطن، وكل عام وأنتم بألف خير.